طب ما زيزو مش اساسي في لا مصر. بص، هي بس النظام اللي هو ايه عشان إيه؟ صلاح. بس يعني زيزو بيقعد عشان ان ده مكانه اصلا مكان صلاح. ينفع؟ فما ينفعش. طب ما امام عاشور بيقعد عشان النني. لا وبيقعد على اي، اذا كان طارق حامد بيلعب على ايه؟ ما انا لو لعيب ضليع العب على اي حد في نص الملعب. انما زيزو هيلعب ازاي على صلاح؟ قول لي. ما انا دلوقتي امام عاشور عنده ميزه انه ممكن يلعب هاف ديفندر ثابت، وهاف ناحيه الرايت، وهاف ناحيه الليفت، وباك رايت، صح؟ وهاف ناحيه الليفت. ما خلينا واقعيين برضه، هو مفيش حد يلعب على صلاح. ما انا بقول لك دي المشكله يعني اللي واقعيين، مفيش حد ماشي يلعب على صلاح. بس دي اللي بتقعد مين؟ زيزو. ما انا اوظفه في مكان تاني. مش هيوظفه، لان في المكان التاني في عمر مرموش حاجزه او تريزيجيه. قول هو انت بتقول لي انا؟ قول للناس اللي ماسكه اللي مش فاهمه. انا يا عيني عليك يا فاهم، بقول لك ايه، انا مش دارس جوه بس، انا دارس جوه وبره، اديها. من كده طلع كلام ان النادي الاهلي قاعد مع امام عاشور وفي مفاوضات في الوقت اللي انا عارف ان امام عاشور يعني قريب من او في مفاوضات من الزمالك للتجديد معاه. ايه مدى صحه الكلام ده؟ والله كابتن يوسف بتقول كلام غريب، هو لعيب بقى في عقده سنتين هيقعد معايا تاني ازاي؟ يعني مفيش، انت بتنفي الكلام. هيقعد طبعا ما عادش مع حد. بتنفي يعني الكلام اللي تردد في اخر 48 ساعه في وجود اي مفاوضات من قبل النادي الاهلي مع امام عاشور. لا يا كابتن، هو مع صديق يقول لك امام قاعد ازاي؟ يعني لعيب في نادي الزمالك يقعد مع حد من النادي الاهلي؟ كلام حتى مش منطقي. هي كانت بتحصل. هو بقى في عقده سنتين، عارف لو عقده بيخلص الناس بتيجي تقول كلام بقى، فايه بقى ده يصدق ده؟ لكن واحد بقى في عقده سنتين، حد يستناه سنتين؟ طيب يعني انت بتنفي الكلام ده، وده مهم جدا بالنسبه لنا، لان انا شايف ان خروج الكلام ده في التوقيت ده يضر اللعيب، وممكن ان هو يسوء علاقته ويوتر علاقته بالجماهير. وفي ناس ممكن تكون بتقول الكلام ده هي فاكره ان هي بتخدم اللعيب او بتخدم نادي الزمالك، ولكن ممكن الكلام ده طالما ان هو ملوش اساس من الصحه ممكن ان هو يتسبب في مشاكل. يا اذكى اخواتك، يعني هو لو قعد مع حد في الاهلي وكيله يقول لك قاعد هيفتن عليه، يعني الرحمه يا رب.